لحظة لحظة، مرموش وصلاح وتريزيجيه كلهم في الملعب سوا؟ هذا صج ولا مقلب؟ الليلة الصقور يدشون معركة كأس الأمم بأقوى تشكيلة عندهم. رجعت الأساطير. تخيل معي السالفة، حسام حسن قرر يفجرها. الثلاثي الخطير مرموش وصلاح وتريزيجيه ما كانوا في المباراة الودية ضد نيجيريا، والجماهير كانت تحاكي وينهم الربع؟ وش السالفة؟ التشكيلة اللي ما ترحم. بس الليلة غير. حسام حسن كشف عن تشكيلة تولع في ملعب أدرار في أغادير في المغرب. اسمع التشكيلة عدل. الدفاع: محمد الشناوي حارس المرمى، ومحمد هاني وحسام عبد المجيد وياسر إبراهيم ومحمد حمدي. الوسط: إمام عاشور الدينامو، ومعاه مروان عطية وحمدي فتحي. الهجوم، وهني الصدمة: مرموش راس حربة ومعاه الكابتن محمد صلاح وتريزيجيه. حركة جريئة. تدري وش اللي جنن في الموضوع؟ حسام حسن حط مرموش أسد الدوري الإنجليزي راس حربة صريح، مو على الجناح. هذه مجازفة كبيرة، بس لو ضبطت بنخلي زيمبابوي يلحقون هوا. الحين كلنا نفكر في شيء واحد: هل الثلاثي الجبار بيسوونها؟ ولا هذه بس بداية قصة طويلة في كأس الأمم؟ الجواب بنشوفه في الملعب الليلة. سبسكرايب عشان تعرفون النتيجة باجر. وتذكروا، في عالم الكورة كل شيء جايز. وعقب عندنا جنوب أفريقيا وأنغولا، والمشوار توا بادي.